إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معكم مي عبد الكريم، مذيعة قناة اليوم السابع الرياضية. مرحبا بكم في قناة اليوم السابع الرياضي، مع الإثارة، مع المتعة، مع الكورة. نبتدي الحكاية. أهلا بحضراتكم. أخبار حصرية وأخبار مشوقة وأخبار طريفة عن الكورة وعن اللاعبين وعن المباريات. نبتدي معاكم لحظات جميلة ووقت ممتع. عنوان الخبر: الفراعنة في أول لقاء تتعادل مع الكويت 1-1. انتهت مباراة الفراعنة والكويت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1. مباراة المنتخب المصري وشقيقه المنتخب الكويتي اللي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد لوسيل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025. المباراة اتسمت بالندية والإثارة، خاصة في شوطها الثاني، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وأتيحت لهما العديد من الفرص التهديفية. شهد الشوط الأول إهدار المنتخب المصري لفرصة التقدم عندما أضاع اللاعب عمر السويلية ركلة جزاء في الدقيقة 37 تصدى لها حارس مرمى الكويت بنجاح. وفي الشوط الثاني تمكن منتخب الكويت من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 64 عن طريق المدافع فهد الهاجري، الذي استغل كرة عرضية وسددها في شباك الفراعنة. وبينما كانت المباراة تتجه نحو فوز كويتي مفاجئ، تحصل المنتخب المصري على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 88 نفذها بنجاح صانع الألعاب محمد مجدي أفشة، مسجلا هدف التعادل ومنقذا نقطة ثمينة لمنتخب بلاده. بهاي النتيجة يتقاسم المنتخبان نقاط المباراة الأولى في المجموعة، التي تضم أيضا منتخبي السعودية وعمان، واللذين سيلتقيان في وقت لاحق. رفض عادل المشري لاعب منتخب الكويت السابق والمحلل الرياضي الحالي تصريحات حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، وذلك عقب تعادل مصر أمام الكويت اليوم ب1-1 في الجولة الأولى من مجموعات كأس العرب في قطر، وذلك في ظل تصريحات طولان عقب المباراة أنها كانت من جانب واحد فقط طوال الشوطين، والأول فقط كان ينتهي 5 أو 6 أهداف. عادل المشري لاعب منتخب الكويت السابق وعبر قناة الكويت الرياضية رفض تلك التصريحات واعتبرها تقليل من منتخب الكويت، وتابع أن تصريحات طولان ما كان فيها أي اعتبار للعمل البطولي اللي قام به لاعبي منتخب الكويت، وتابع أن لاعبي الكويت أغلبهم شباب مواليد 2002 ومواليد 2005 وأغلبهم شباب، في المقابل المنتخب المصري أغلبهم مواليد التسعينات ولاعبين عندهم خبرة ومنهم من لعب في أوروبا وفي الدوري، مضيفاً أن منتخب الكويت منتخب جديد ومشروع جديد ويسعى إلى غرس الهوية، ولكن حلمي طولان لم يحترم منتخب الكويت وتحدث باستهزاء علينا وما احترم المنافس، وفقاً لتصريحة المحلل الكويتي. وعلق محمود عبد الرازق شيكابالا قاعد نادي الزمالك السابق على مباراة اليوم لمنتخب الكويت أمام المنتخب القصري في الجولة الأولى من مجموعات كأس العرب، وذلك عقب التعادل مع الكويت بهدف لمثله في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس العرب في قطر. شيكابالا أبدى استياءه من نتيجة التعادل، ويرى أن الانتصار في مباراة اليوم كان في المتناول، ولكن لاعبي الفراعنة أضاعوها. وواصل أن هناك أزمة حقيقية في إنهاء الفرص لدى المهاجم محمد شريف الذي لم يترجم محاولاته إلى أهداف، منتقداً الجدل حول ماهية المسدد الأول لركلات الترجيح داخل الفريق. واستكمل شيكابالا أن أداء لاعبي منتخب مصر ساهم في صعوبة المباراة، ولولا تصدي محمد بسام للفرصة الخطيرة في الدقائق الأخيرة لكانت النتيجة ستكون الخسارة. وتابع أن الفريق كان في حاجة إلى لاعب مثل أفشة في الشوط الثاني لمنح الفريق حلولاً هجومية أوضح. شكراً لحضراتكم على مشاهدتنا. قضينا معاكم وقت ممتع. ما تنسوش تشتركوا في القناة، إحنا بنحبكم جميعاً. ومع ألف سلامة، مي عبد الكريم.